شهور السنة كلها كوم وشهر رمضان ده كوم تاني، خاصة عندنا احنا كمصريين لينا طابع خاص ومميز، وما بالك بقى في شهر رمضان. والنهاردة أنا مش هكلمك عن رمضان بصفة عامة، أنا هاخدك في رحلة لرمضان في جيلنا، جيل التسعينات، لما كان كل شيء حوالينا هادي وبسيط، لما كان مفيش دوشة غير صوت العيال وهم بيلعبوا ولمة العيلة حوالينا والضحكة من القلب. رمضان صحيح ما كانش فيه ستورز للفطار والسحور، ولا كان فيه رمضان نايت زي الأيام دي، بس كان فيه طبق بيلف طول الشهر من بيت لبيت. كان الولاد في الشارع يلموا من العماير فلوس الزينة والفانوس، وفي ثواني الشارع كله يبقى بهجة. كنا بنتجمع كل يوم على حلقات بكار علشان يتزرع فينا قيم ما فرقتناش لحد النهاردة، وصوت الشيخ الشعراوي. يمكن ما كناش فاهمين معظم الكلام، لكن استشعارنا للمعنى ده شيء أكيد. ما كانش فيه صحيح 60 مسلسل نحتار ما بينهم، لكن كان فيه مسلسل واحد بنظبط ساعتنا عليه. كانت برامج المقالب ما بتقلش من قيمة الناس، بالعكس بتضحكهم بمنتهى الرقي. كان فيه وقت نشوف بعض ونتكلم ونصلي التراويح بخشوع، ندي كل حاجة حقها، وندي نفسنا فرصة نستمتع ونستشعر كل شيء. وعشان كده كان كل شيء حوالينا صادق وحقيقي. واللي عايزاك تعرفه إن في إيديك ترجع رمضان تاني بالشكل ده. اركن السوشيال ميديا على جنب وخصص وقت لأهلك وحبايبك. ما تضيعش وقتك في التنقيل ما بين المسلسلات، وخليك حريص على كام عزومة في رمضان عشان الود يفضل موجود. واعرف كويس قوي ايه القيمة اللي هتاخدها من اي عمل فني، لان السم دلوقتي بقى يتحط في العسل. كون لنفسك تفاصيل بسيطة وهادية، وواحدة واحدة شغفك هيرجع وهتبقى زي الفل. واعرف ان الشهر ده شهر عبادة وخير ولمة، فاستغل الفرصة واعمل ذكريات تحب تفتكرها لسنين قدام. أشوفكم بخير.